حلقة النهاردة بقالي سنة وأنا بأجل فيها، وده لأني كنت عاوزة أجمع أكبر كم من المعلومات عنها. دي مش نجمة عادية، دي البريمادونا يا ناس. حلقة النهاردة حلقة غنية وثرية عن رائدة هامة وكبيرة من رائدات المسرح المصري. هي الأخت الصغرى ل4 فتيات، هم بالترتيب رتيبة وأنصاف وعزيزة، وبطلة حلقتنا النهاردة فاطمة رشدي. مبروك يا محمد، فرحت لك الحته كلها. ومين بالاكثر؟ قولي. والدك. ومين كمان؟ والقط حنك. وده مفهوم. المهم كلهم سلكوا طريق الفن، لكن فاطمة كانت أوفرهم حظا ومجدا وشهرة. اتولدت فاطمة رشدي يوم 15 نوفمبر في الإسكندرية عام 1908 في أسرة ميسورة الحال ذات أصول تركية. الأب كان عنده مصنع للحلويات. جدتها حفيظة هانم كانت وصيفة لزوجة الخديوي إسماعيل. الجدة كانت مثقفة تجيد التحدث بالفرنسية والتركية واليونانية. كانت أيضا دائمة الجلوس مع حفيدتها تقرأ لهم القصص والروايات. من هنا نشأ بداخل وجدان فاطمة وشقيقتها حب الفن والثقافة والمسرح. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الأب خسر تجارته وتدهورت أحوال الأسرة المادية، الأمر الذي اضطر الفتيات للخروج للعمل. في البداية التحقوا بفرقة أمين عطلة، وكان عمر فاطمة في الوقت ده 9 سنين، ومنها لفرقة عبد الرحمن رشدي ثم فوزي الجزائري، إلى أن استمع إليها سيد درويش وقرر ضمها إلى كورال إحدى مسرحياته. وتعرفت على المخرج الكبير عزيز عيد عن طريق الكاتب محمد تيمور، وكان وقتها بيضع الخطوط الرئيسية لمسرح رمسيس، وما إن رآها حتى قرر ضمها إلى الفرقة. كان عمر فاطمة في الوقت ده 14 سنة. ويومها نصحها محمد تيمور قائلا: لو اجتهدتي واستمريتي مع عزيز سوف يصنع منك ممثلة كبيرة، لأنه متخصص في صناعة النجوم. لعب عزيز عيد دور الفتى الأول على مسرح حياة فاطمة رشدي حتى قبل أن يرفع الستار ويعلن عن مولد نجمة جديدة في عالم الفن. وتكررت جلساتهما معا، المخرج الكبير والفنانة الصاعدة، وبسببه كانت ترفض دعوات أثرياء كثيرين يعرضون عليها ركوب سياراتهم الفارهة، مفضلة ركوب الترام مع أستاذها الفقير. واكتمل حلم عزيز عيد وتكونت فرقة رمسيس، ووجدت فاطمة رشدي نفسها تعمل وسط كوكبة من النجوم. وقدمت الفرقة عدة عروض مسرحية حققت فيها نجاح منقطع النظير، الأمر الذي سبب سعادة واستقرار لدى فاطمة رشدي وأستاذها. وشعر كلاهما أن الرباط الذي يربطهما ليس فقط رباط الفن، وإنما الحب الذي تكلل في النهاية بالزواج. قد وقع نبأ زواجهم كالصاعقة على كل المحيطين بهم، خاصة أمها التي اعترضت بشكل كبير على هذا الارتباط. لكن فاطمة أصرت على الزواج من عزيز رغم كونه فقير ويكبرها بنحو 30 عاما، ل3 أسباب. الأول افتقادها للأب الذي رحل في سن مبكر، والذي عوضها لها عزيز بالحنان والرعاية. والتاني موهبته وخبراته الكبيرة في كل أمور الفن، فكان لها بمثابة الأب والأستاذ. الأمر الثالث هو الحماية، لأنها عاشت فترة طويلة تعاني من ملاحقة المعجبين والطامعين، فقد كانت في الحقيقة فائقة الجمال. وقد أثمر الزواج عن ميلاد ابنة وحيدة اسمها عزيزة. لم نتمكن من الحصول على أي معلومات عنها سوى أنها تعمل فنانة تشكيلية وتعيش في باريس. وبمجرد انسحاب بطلة الفرقة السيدة روزا اليوسف من العمل المسرحي، قرر عزيز عيد استبدالها بفاطمة رشدي، فحصلت على لقب البريمادونا وأيضا لقب سارة برنار الشرق، وذلك بعد تجسيدها لدور البطولة في مسرحية النسر الصغير، نفس العرض الذي قدمته الفنانة العالمية على مسرح باريس.
ولكن بسبب كثرة الدسائس والغيرة قرر الزوجين الانسحاب من فرقة رمسيس وتكوين فرقة تحمل اسم فاطمة رشدي. وواجهته مشاكل التمويل، وتطوع أحد الأثرياء وقتها للصرف على الفرقة، الأمر الذي أثار غيرة الزوج عزيز عيد، فكان الانفصال. انفصل فقط كزوجين، لكن ظل بجانبها كداعم لها ومخرج لأعمالها ومستشار فني أيضا. واضطرت فاطمة لإدخال ابنتها إلى مدرسة داخلية كي تتفرغ لعملها. في الفترة دي سادت حالة من الكساد بالنسبة للمسرح، واضطروا أصحاب الفرق إلى غلق مسارحهم والتحول إلى العمل السينمائي. وهكذا اتجهت فاطمة رشدي أيضا للسينما، خاصة بعد زواجها الثاني من المخرج كمال سليم، فقامت ببطولة عدة أفلام منها فاجعة فوق الهرم، الطريق المستقيم، تمن السعادة، ثم العزيمة، الحاصل على المركز الأول ضمن أفضل 100 فيلم مصري. ووسط تلك النجاحات لم تنسى فاطمة أستاذها أبو ابنتها. عندما علمت بسوء أحواله المالية طلبت من زوجها المخرج كمال سليم إسناد بعض الأدوار له، لكن عزيز لم يتقبل أسلوب وتعنيف كمال سليم له في كل المشاهد التي يجسدها في العمل السينمائي، لذا آثر الانسحاب. وفي مطلع الأربعينات تراجعت الحالة الصحية لعزيز عيد وطلب رؤية ابنته، فأخرجتها فاطمة من المدرسة وذهبت بها، وعندما رآها قبلها بحنان وهو يغالب دموعه، ثم فاضت روحه، وودعه زملاؤه وتلامذته في جنازة مهيبة. بعدها انفصلت فاطمة عن المخرج كمال سليم وتزوجت من المخرج محمد عبد الجواد، ثم من أحد أعيان الصعيد، وأخيرا ضابط شرطة. وبدأت الأضواء تنحصر عن فاطمة رشدي، فكان المخرجين يسندون إليها أدوارا ليست رئيسية، مما اضطرها للاعتزال، وكأن الوهج الذي كان يحيطها كان مصدره عزيز عيد نفسه، وبرحيله فقدت هذا البريق. وانقطعت أخبار فاطمة رشدي فترة، ثم عادت للظهور في نهاية الثمانينات عندما علم الفنان فريد شوقي بتدهور أحوالها وأنها تسكن إحدى البنسيونات الرخيصة، فطالب بضرورة إيجاد مسكن مناسب لتلك الفنانة الكبيرة، وبالفعل استجاب المسؤولين، لكن القدر لم يمهلها للسكن به، لترحل عن عالمنا يوم 23 يناير من عام 1996. وتم إطلاق اسمها على شارع رئيسي في حي الهرم، وأطلق أيضا اسمها على المسرح العائم. رحم الله الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.